في ناس فعلا قلبها محروق على اللي بيحصل لأهلنا في غزة، لكن في ناس تانية بتلعب بالنار وبتحاول تولعها ضد مصر. والكارثة ان اللي وراهم مش فلسطينيين. مفيش مصري قلبه مش بيتعصر على اللي بيحصل لأهلنا في غزة. بس لازم تعرفوا الحقيقة، مصر ما قفلتش المعبر ولا اليوم واحد. المعبر مقفول من الاحتلال، مش مننا احنا. في ناس بتسأل ليه ما ندخلش المساعدات بالعافية؟ هرد عليك واقول لك لو مصر عملت كده الاحتلال هيطلع يصرخ ويقول مصر خرقت اتفاقية السلام، وساعتها الغرب اللي مستنيين غلط هيركبوا الموجة ويقولوا لك خلاص انقلوا اهل غزة على مصر. وتكون دي اللحظة اللي القضية كلها بتنهار فيها والارض بتتسحب من اهلها وغزة تتحول لسينا. وعلشان يكملوا لعبتهم بدأنا نشوف مظاهرات قدام السفارات المصرية. بس المعلومة الأهم، في تقارير بتقول إن نتنياهو نفسه بيدعم الحركات دي علشان يشوه دور مصر ويفرق العرب عن بعض. وده مش جديد، في جهات في المنطقة شغالة على تقليب الشعوب ضد حكومتها. طب ليه؟ علشان ياخدوا مكان مصر ويسحبوا منها القيادة. بس بقولها وبكل وضوح، مصر مش لعبة في ايد حد، مش هتضحي بأمنها ولا هتسمح ان قضيتنا تتباع من بوابة سينا. اللي بيحصل اكبر من اي هاشتاج على منصة. دي حرب عقول ومصر فيها هدف رئيسي. اسأل نفسك ليه بيشوهوا الدولة الوحيدة اللي بتوصل المساعدات وتفتح المعبر رغم كل التهديدات؟ قول لي رأيك بصراحة، هل فعلا في جهات بتحاول توقع بين مصر وشعب فلسطين؟ اكتب رأيك تحت وخليك دايما في ظهر بلدك.